Welcome to my channel, Stories by Dida. Enjoy and subscribe. يلا يلا يا بنات، اعملوا نفسكم نايمين قبل ما مس انتصار تيجي. انا سامعاها جايه علينا اهي. يلا بسرعه مفيش وقت. مين فيكم اللي لسه صاحيه؟ انا لسه سامعه الصوت دلوقتي حالا. كان في حد بيجري بقى كده، يعني محدش فيكم هيقول؟ طيب انا هعرف الصبح. انا نفسي اعرف ازاي مس انتصار بتعرف كل حاجه وهي اصلا مش موجوده. انت عارفه دبة النمله، طب ازاي؟ مش ممكن يا نرمين تكون حتى كاميرات مراقبه وبتسمعنا وتشوفنا في كل وقت، عشان كده بتعرف كل اخبارنا. اصل يعني مش معقول، يعني مفيش حل تاني غير كده. طب ما يمكن حد بيروح يقول لها، جايز في ما بيننا خاين وبينقل لها الاخبار. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نرمين؟ ايه العبط ده احنا كلنا اصحاب وبنحب بعض، يعني معقول حد فينا هيعمل كده ويأذي التاني؟ وهيستفاد ايه يعني لما يخلينا نتعاقب؟ وانتي ايه اللي ضايقك قوي كده يا رانيا؟ ما اعرفش بقى، بكره كل حاجه هتبان، واللي بيعمل حاجه هيتحاسب عليها. الله، الفطار الجميل ده. لا 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 يا نرمين، اوعي تقربي من الاكل ده اكل المديره، دي هتموتنا لو خدتي منه حاجه. حرام كده يعني، هي كل يوم تقعد تاكل في الاكل ده لوحدها ومش بتدينا، وكل يوم بناكل عيش بس وشويه جبنه او رز. احنا زهقنا من الاكل ده ونفسنا بقى في حاجات زي المديره بتاكلها دي. بقول لك ايه بقى يا نرمين، ما تجيبليش مشاكل معاها. انا عن نفسي شغاله معاها بقالي 10 سنين وعمري ما اتجرأت امد ايدي على اكلها. انا مش عارفه ممكن تعمل فيا ايه لو لقيت الطبق ناقص. واحنا ما نرضاش ان يحصلك مشكله بسببنا يا دادا فاطمه. خلاص بقى روحي وديها الاكل، بس عرفيها بس ان احنا لما بناكل مش بنبقى شبعانين خالص، وياريت كمان تهتم بينا اكتر من كده شويه. حاضر يا نرمين، هقول لها وامري لله بقى. الفطار جاهز يا مس انتصار، اتفضلي بألف هنا. ايه ده يا فاطمه؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ ايه خير يا استاذه انتصار؟ ايه في حاجه حصلت؟ في سندوتش ناقص. هو مين اللي مد ايده على فطاري؟ ايوه فعلا، ده في سندوتش ناقص، بس ازاي؟ ده انا كنت حطاهم كلهم على نفس الصينيه، يعني ازاي؟ مش عارفه مين اللي اخدها. ليلتكم النهارده مش معديه، اجمعي العيال وتعالي على هنا فورا. هو يوم باين من اوله. هو مين يا بنات فيكم اللي اخدت السندوتش من على الصينيه بتاعت المديره؟ ايه ده يا دادا فاطمه؟ ازاي ده حصل؟ اكيد مش انا مرضاش اعمل لك مشكله. ولا انا ولا انا، واكيد مش انا طبعا. امال مين بس يا بنات؟ انتوا هتجننوني. هو في يعني عفريت هو اللي اخده؟ على العموم هي عايزانا كلنا في مكتبها دلوقتي حالا، يلا بقى نشوف هيحصل فينا ايه. ودلوقتي بقى انا عايز اعرف مين فيكم اللي اتجرأ وعمل كده؟ اللي عملت كده تعترف. مش احنا يا مس انتصار. طيب طالما مش راضيين تعترفوا، يبقى انا هعتبركم كلكم مذنبين وكلكم هتتعاقبوا. يلا بقى النهارده عشان هتشرفوا الليله كامله في اوضه الفيران. لا بلاش كوكي، لا بلاش الفراخ بلاش. يلا يا فاطمه خديهم، وانتي كمان يا فاطمه هتباتي معاهم. يلا امشوا كلكم من قدامي، بس يعني روحوا كلكم الا رانيا، سيبوا معايا رانيا. وش معنى يعني؟ رانيا هي اللي هتقعد ومش هتيجي معانا اوضه الفيران. طب وش معنى انا هروح معاهم؟ هو انا عملت ايه؟ الكلام اللي انا اقوله يتنفذ. انا عاوزه حد يبقى معايا علشان يصحيني ويجهز لي فطاري. امال مين يعني اللي هيخدمني؟ اتفضلوا يلا كلكم من قدامي، والا هخلي الليله تبقى ليلتين. شفتوا؟ هو مش انا قلتلكوا ان رانيا دي وراها حاجه؟ وما كانش في اي حد فيكم بيصدقني. شفتوا؟ ده الدليل بقى ان هي جاسوسه. والله يا نرمين عندك حق، انتي ليكي نظره. انا فعلا ما كنتش برتاح لها.
وحب المديرة واهتمامها الزايد بيها شككني فيها أكتر، بس مرضتش أتكلم. إيه ده؟ مالك بس؟ في إيه؟ زعلانة ليه؟ علشان كل اللي انتوا فيه ده بسببي. انا اللي اكلت الساندوتش. الاكل اللي انا خدته ما كفانيش وفضلت جعانه، وكان نفسي كمان اجرب الاكل ده قوي. ولا يهمك، خلاص ليلة تفوت ولا حد يموت، وانا عن نفسي مش خايفه خالص. خلاص بقى ما تزعليش نفسك. خلاص ما تزعليش ولا تضايقي نفسك، إحنا كلنا فداكي، إحنا بنحبك، بس عشان خاطري ما تعمليش كده تاني عشان أنا بخاف من الفيران. طب يا بنات ما قلتوليش هتعملوا ايه بكرة؟ ده بكرة يوم التبني، بكرة يوم مهم قوي. هتيجي عيلة ممكن تتبنى حد فيكم، انتوا متخيلين؟ انا اصلا مش قادره اتخيل ان حد هيتبناني في السن ده. احنا كبرنا خلاص. اغلب العائلات بتبقى عايزه بيبيهات، وحاسه يعني ان احنا خلاص ما بقاش لينا مكان غير هنا. انا اصلا اكتر حاجه بكرهها هي يوم التبني. بحس كده ان العيله لما بتيجي تتبني طفل بتنقيه كانها كده بتنقي طماطم وفراوله وخضار، ودايما بياخدوا اشطر واجمل حد. انا مش عايزه حد يتبناني، انتوا اصلا عيلتي وبحبكم انتوا بس، وكمان مش عايزه اعيش مع حد تاني. ازاي بس يا سلمى؟ ده انت هيبقى حالك احسن من هنا بكتير، هيبقى عندك اوضتك وسريرك وهتروحي مدرسة جميلة. لا 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 طبعا انا مش معاكي، التبني حلو. احنا قعدنا مع كل البنات وفي الاخر اخترنا بنوتة شطورة وجميلة قوي اسمها سلمى، هي دي اللي احنا هنتبناها. خلاص تمام، احنا هنخلص الاجراءات بتاعتها وهنرتب لها كده شنطتها، وتعالوا ان شاء الله خدوها اخر الاسبوع. يا ترى اختاروا مين فينا؟ يلا يا سلمى جهزي نفسك عشان خاطر العيلة اختارتك انت هتمشي من هنا اخر الاسبوع. هتوحشوني قوي. انا بجد يعني مش عارفه هسيبكوا ازاي. انا اكيد هجيلكوا تاني وهشوفكوا، وانتوا كمان هتشوفوني. خلي بالكوا من بعض. اكيد، وهنستناكي. خلي بالك من نفسك. باي. الله، البيت جميل قوي. امال فين اوضتي؟ اوضتك ده ايه؟ انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ انت هتنامي في المطبخ، انت هنا اصلا عشان تخدمينا، هتغسلي وهتمسحي وهتطبخي، هي دي بس وظيفتك. انا كنت فاكره اني هبقى بنتكوا، معرفش ان انا هاجي هبقى خدامه. بنتنا ده ايه؟ لا طبعا، يلا على المطبخ. ايه اللي بيحصل ده بس؟ انا لازم اكلم اصحابي واعرفهم ايه اللي بيحصل فيا. وبعدين بقى في صوت التليفون اللي في مكتب مس انتصار ده، مش عارفين ننام منه. معقول يعني كل ده هي مش سامعاه؟ بس طالما يعني بيرن كده كتير يبقى في حاجة مهمة. تعالي نفتح كده ونشوف مين. الو. ايوه يا نرمين، الحقوني. ايه مالك؟ ايه اللي حصلك؟ الناس اللي خدوني عجبوني وقعدوا يضربوا فيا وخلوني خدامة عندهم. يا خبر، ازاي؟ ده كان شكلهم طيب جدا. احنا هنجيلك حالا، ما تخافيش. طب هنروح لها ازاي نرمين؟ هنعرف عنوانها منين؟ مفيش دلوقتي قدامنا غير حل واحد بس. احنا لازم نصحي تيتا فاطمة ونقول لها ان هي تعرفنا العنوان. تيتا فاطمة قومي يلا، احنا عايزينك، مش عايزين رانيا تسمعنا. ايه يا بنات اللي مصحيكوا لحد دلوقتي؟ ده مس انتصار لو صحت ولقيتنا صاحيين هتبهدلنا. يلا روحوا ناموا يلا. ما ينفعش طبعا، ما ينفعش نسيب سلمى كده. الناس اللي خدوها اذوها وبيضربوها وبيخلوها خادمة عندهم. احنا لازم نروح ونجيبها حالا. ايه ده؟ هو انت عرفتي الكلام ده كله ازاي؟ هي اتصلت بينا وحكت لنا عن كل حاجة. احنا لازم نروح لها حالا وننقذها، بس ما ينفعش نروح لوحدنا، احنا لازم نبلغ البوليس ويجي معانا. خير يا حضرة الضابط، في مشكلة؟ في بنت مقيمة هنا اسمها سلمى. أيوة يا حضرة الضابط، احنا اتبنيناها والورق بتاعها كله موجود وسليم. وحضرتك اتبنتها علشان تضربوها وتأذوها؟ لا 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 طبعا، مين اللي قال لحضرتك الكلام ده؟ هي اتصلت بأصحابها واستنجدت بيهم. لو سمحت احنا عايزين نشوفها.
أصحابها كدابين يا حضرة الضابط. سلمى، يا سلمى. الحقوني أصحابي، انتوا الحمد لله جيتوا عشان تنقذوني. أنا أخيرا مش مصدقة إن أنا هخرج من هنا. أظن كل حاجة دلوقتي واضحة. يلا اتفضل معايا. الحمد لله إنك كويسة يا سلمى، وحشتينا قوي. المكان كان كئيب من غيرك. مش هتصدقوا يا بنات المفاجأة اللي حصلت. أنا مبسوطة جدا وقلت أفرحكم معايا. مس انتصار أخيرا مشيت. طب يا دادا فاطمة، مين ممكن يجي مكانها؟ بصي هما بيقولوا في مس كده اسمها مس اعتماد، هو أنا مش عارفاها يعني، بس مش مشكلة، أي حد هيجي هيبقى أكيد أحسن من مس انتصار. تفتكري؟ وبس كده يا أصحابي، أنا خلصت الجزء الأول. استنوني في الجزء التاني الأسبوع الجاي إن شاء الله. وما تنسوش يا أصحابي تعملوا لايك، كومنت، شير وسبسكرايب، وتدوسوا كمان على زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي.